طيب دلوقتي يا اسطى لو مش مشترك في القناة لازم تنزل تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام، دلوقتي جايب لك افجر ركيب في المجال. معلش انا الفترة اللي فاتت دي كنت تعبان فما كنتش بنزل حاجة على القناة، كنت مقصر شوية في الفيديوهات وكده اهوت والشروحات. تمام، بإذن الله الفترة اللي جاية دي هننزل شوية حاجات كده جامدة مع بعض. تمام بإذن الله إن شاء الله يعني. طب دلوقتي جايب لك الكيب دوت، أفجر كيب في المجال. طبعا نخش على الكيب زي ما انت شايف الكيب كده بينطر حاجات في ساعة، كلام متحرك زي ما انت شايف الحاجة العظمة دي، تفعيل الكيب وضبط الكيب. عندك هنا سمات الكيب كلها، ودي لغات واختصارات وإعدادات وتحديثات. تمام، سيبك من كل دوت، خش على إعدادات الكيب. تمام، عندك هنا الإضافات بقى، يعني دي أهم حاجة في الكيب. في عمل لينك شايف، تكرار النص وزخرفة النص ولعبة إكس تمام، عندك كل الحاجات ديت، والمظهر والاستعادة والنسخ وكل الحاجات دي احنا عارفينها. تمام، طيب تعالوا كده نجرب الكيب مع بعض. دلوقتي نروح نجربه. طيب دلوقتي احنا ايه، نجرب نجرب الكيب. يا جماعة والله العظيم الكيب ده انا عامله بقالي حوالي شهر، بس ما نزلتوش لان انا ما كنتش عندي وقت كنت تعبان، ما كنتش عارف انزله. عندك ايه، خط ايموجي اهو، خط ايموجي كتير. تمام، نرجع بيه كده. عندك الكلام دوت، الكلام بيبقى هنا عادي بس بيبقى لما بعد ما بيتكتب بزخرفة كده ماشي. عندك نوت الحافظة فيها ساعة وشوية كلام كده. تمام، عندك نوت برضو ده سطر ايموجي اهو. تمام، ودي بقى دي ايه، زخرفة كده مثلا ايه، ميدو كده كده بس. تمام، ده زخرفة الانجليش كده كده اهو. تمام، وعندك ده الخف كده اهو بس كده. تمام، طيب ده كان الشرح بتاعنا النهاردة، وده كان الفيديو الجديد. تمام، دلوقتي لو انت مش مشترك في القناة لازم تنزل تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام كده، يعني بإذن الله الفيديو الجاي انا اجيب لك ازاي تعمل اختصارات على الكيب. تمام، السلام عليكم.